سلام. اليوم كيف راح نزيد نديكم من زمان البيات. راح نديرو خبز الباي، وصفة بنينة تهبل. نبداو بالشربات. اول حاجة نديروها هو السيرو، فيه 300 غرام ولا 300 مليلتر تاع الماء، 175 غرام تاع السكر، نحطوهم على النار مع زوز طرونشات تاع القارص. كي يبداو يغليو نحسبو لهم 10 دقائق ونطفيو. بعد نزيدو ربع فنجان تاع تاي مزهر ومغرف كبيره تاع العسل ونخليوه يبرد. ودرك نروح نوجدو خبز الباي. هنا لازم لكم ميزان، نحطو زوز عظمات ونبقاو نكملوا بالصفار حتى تولي 150 غرام تاع العظام. انا دات لي زوز عظمات وثلاثه صفار. بعد ما نكيلو العظام راح نحطو معاهم 40 غرام تاع السكر لافاني وكثروا بشور القارص. لازم يطلعوا مليح، تخلطوهم بالبيتخان ولا بالباتيغ. لازم تطلعوا مليح العظام والسكر. بعد ما يطلعوا راح نزيدوا لهم 60 غرام تاع فارينه ومعاهم نص مغرف تاع قهوه تاع خميره الحلوى، نغربلوها ونحطوها. ومن بعد هنايا راح نزيد لهم اللوز اللي يكون مرحي، اللوز يكون ابيض، 150 غرام تاع اللوز. انا كيما شفتوني انا كي درت السكر والعظام نحيت منهم طرفها، هو رايحين نخلطوا معاه 25 غرام تاع الزبده. على ما حطيناش على الاول الزبده خاطر راح تطيح لنا العظام والسكر اللي كنا طلعناهم. بعد ما خلطنا الزبده دايبه اللي هي 25 غرام مع الخليط الاول تاع السكر والعظام اللي نحيناه، نحطوها بشويه كيما هكا. ونبقاو ديما لازمكم كي تحطوا الفارينه واللوز ولا الزبده هذه تخلطوا ديما من تحت للفوق بشويه بشويه. المول تاعي هنايا دهنته بالزبده وفرغت فيه خبز الباي. نعدلوهم الفوق مليح واللي سيوه. الفور راهو سخون على 170 درجه. انا ديما نشعل الفور تاعي من الفوق ومن التحت. بعد ما نعدلوه مليح راح نزينه من الفوق بلي زامون ديفيلي ولا باي لوز كيما نقولوا عندكم انتوما. نحطوه يطيب كيما قلت لكم على 170 درجه. لازم تخليوه يتحمر مليح خاطر رايحين نشربوه. هنا بعد ما خرجوا هو سخون، الشربات تاعي كانت بردت. هنا نحطوه يشرب ونبقاو نستناو فيه. انا كي شربته كي كمل الشربات حطيتها كامله وهو سخون. بعد كيما هيك الفور كان طافي، رجعته للفور وخليته يشرب مليح. بعد كي جبته لقيته باللي راهو ناقص شويه شربات، وليت عاود طيبت. شفتوا الشربات اللي طيبناها على الاول ب 300 مليلتر تاع الماء، درت النص تاعها. سما درت 150 مليلتر تاع الماء وزدت لها النص الكميه تاع السكر، وكيف كيف خليتهم يغلاو. ومن بعد صبيتهم وهو سخون. الشربات كان سخون وخبز البي تاعي كان برد. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. انتوما باش من الاول خلاها تيفيتي واللقطه هذه اللي درتها انا ما كنتش على بالي بلي ماهوش راح يجيني مشرب كما كنت حبيته انا. انتوما من الاول بعد ديروا سيرو تاعكم بالزياده، ديروا حسابكم. بعد ما شرب كيما راكم تشوفوا، شوفوا من الداخل يجي معسل ويجي بنين، روعه روعه روعه. زينته كيما هكا. حبيت بالدمه نشارك معاكم الوصفه دي خاطر نهار درت معاكم خبز تونس اللي هي الوصفه الجزائريه المتعارف عليها كل، درته لكم بلا شابلور وقلت لكم باللي ماهوش خبز الباي. وكلكم في لي كومونتير محسوب الكل بقيتوا تقولوا لي باللي راهو خبز الباي. نو، هذا هو خبز الباي. حتى انا كنت كيما نتوما كنت نحسب خبز الباي وهو خبز تونس. وكتر خير الشاف ليندا طالب، انا تعلمت عليها الوصفه هذه روعه. لازمكم تجربوها باش تقولوا لي رايكم. وكثروا ديما كثروا فيه الزاز دو سيترون، راح يجيكم لوغو تاع شو راكم تاكلوا في مقرود اللوز. حاجه بنينه صح وحاجه تاع البيات صح. كيما تعرفوا بكري البيات كانوا ياكلوا غير قلب الحبه كيما نقولوا احنا. ان شاء الله تكون غسالة اليوم عجبتكم. اذا عجبتكم الوصفه كيما ديما خليوا لي لايك، واذا ما عجبتكمش خليوا لي لايك، عن بالي راح تعجبكم. ما تنساوش اللايك والبارتاج.